فينهم العيالات؟ فينهم صحاب الذهب والفضه؟ واش الذهب دار على الزينه؟ الذهب ما بداش على الزينه. في رورمونت المسجد تاعي جمعت 5 كيلو ديال الذهب في 3 ايام. باقي عاقل على النساء الله يحفظهم ويبارك فيهم اللي تحايد في الروم يلوحوا في داكشي ديالهم من ورا الحيط. بحال الحوايط بحال ما كاينين ورا النساء. باقي عاقل شي اخوات قلت لهم بحال ما كنت كنضحك، قلت لهم لا باقا معاكم شي وحده مديره شي خاتم حيدوه ليها بالزز، شدوا واحد الاخت كتفوها وحيدوا ليها كتموت بالضحك، حيدوها ليها ولاحوا لي الذهب. السلام عليكم الخوت، مرحبا بكم معنا على القناه ديالكم. واش اخباركم؟ والموضوع اللي غادي نتكلموا فيه هو الموضوع ديال ابو حمزه الداعيه النصاب والاحتيال. فهذا ابو حمزه اللي معروف في مواقع التواصل الاجتماعي ومعروف كذلك بحبه الشديد للذهب والفضه، وجمع التبرعات من المغاربه في اوروبا وكذلك في المغرب باسم الدين. هذا الشخص هذا او هذا الداعيه المزور فضحوه المغاربه بانه كينصب وكيحتال على المساجد، وهو في الحقيقه مجرد ناصب وسارق. ونزيدكم فهذا الشخص لا علاقه له مع الفقه الاسلامي ولا يفقه شيئا في الشريعه الاسلاميه، فهو مجرد انه كينقل من الفقهاء العلم في منصه اليوتيوب وكذلك في الفيسبوك عبر السماعات باش انه يعطي فتوى او يتكلم في موضوع ديني. والناس للاسف متيقين على انه حقا فقيه وكيعرف الاصول ديال الشريعه والفقه، وهو غير كينصب عليهم لا فلوسهم ولا حتى في العقول ديالهم. فالمغاربه خصوصا الجاليه المقيمه في هولندا ملي عرفوا بان هذا الداعيه المزور افتتح مطعم فاخر في المغرب، داروا عليه بعض التحريات ولقاو بانه نصب واحتال على المساجد او على المحسنين اكثر من 500 الف يورو اللي كتقدر ب 500 مليون سنتيم، ورفعوا عليه دعوى قضائيه في هولندا بتهمه النصب والاحتيال 500 الف يورو. وهذا الداعيه المزور ملي اكتشف انه رافعين عليه دعوى قرر انه يبقى في المغرب وما يمشيش مره اخرى يدخل اوروبا. هذا الشفار المسمى ابو حمزه غادي نتبعوه لحقاش عندنا الملموس، عندنا الدلائل اللي نقدروا نتبعوه قضائيا. هذا الشيء اللي تم الحمد لله. ملي درت المباشر واحد العدد الاخوان بالخصوص من هنا في هولندا، لحقاش هذا ابو حمزه ولا ابو همزه كان هنا في هولندا، كان كيجريسي عباد الله هنا في هولندا. المغاربه والمتتبعين ديالو كيتصلوا به هاتفيا من اجل انهم يكشفوا الحقيقه، واش هو حقا فقيه ولا كيدعي الفقه، وما حقيقه السماعات اللي كيديرها دائما يعني في الاذن ديالو. لكن كيتفاجئوا هاد الناس اللي اتصلوا به وكينزل عليهم بوابل من السب والشتم. الو السلام عليكم. السلام عليكم. كي داير اخويا؟ لاباس عليك؟ الحمد لله خويا، بارك الله فيك. واش تفضل. ابو حمزه هذا؟ ان شاء الله خويا، تفضل. واحد السؤال الا كان ممكن. يلا تفضل اخويا. علاش كدير السماعات كتنقل من الشيوخ وداكشي؟ جاوبنا بصراحه دابا. كندير السماعات كندير السماعات ونقل من الشيوخ. يعني بغيتي انت؟ لا دابا سؤال. ندير شي حاجه ديالي انت بغيتي دابا؟ ودير شي حاجه ديالك، بحث وقلب وهضر في حاجه ديالك، ماشي بالضروره زعما تنقل من السماعات. بزاف كتبع بزاف. راه كنتبع انا الاحداث، راه الفيديو ديال كاملين شفتهم. ياك وكاملين شفتهم. امتى خرجت السماعه؟ ودابا انت المشكله ديالك ما كتقولش راني كنقل، ولا ملي كتهضر شي فيديو اسمعني. دابا فين كاينه اختك؟ فين كاينه دابا شتي دابا ما تلقى ما دير، دابا ما كتلقى ما تقول، دابا ما كتلقى ما تقول، ما كتلقى ما تقول. ديما نقول ما عنديش نضيع الوقت. انت ماشي داعيه، ما تسميش راسك داعيه كاع، ما تقولش انت داعيه، ما تقولش داعيه انت. شتي راه الداعي كاع ما ودابا قول اللي بغيتي. دابا ملي فضحك الله، ملي فضحك الله صافي ما عندك ما يدير. انا راه نجي عندك المطعم، انا راه نجي عندك المطعم، غادي نجي عندك فصافا. نجي عندي لما جيتي لما طحنت امك راني ماشي عاد. انا نجي عندك المطعم تما وتشوف، وديك الساعه قول هاد الهضره اللي كتقولها دابا، قولها لي فاصافاس، قولها لي فاصافاس.
انت غير نقال، واجي باش نوريك. انت غير نقال دابا. يا ولد الموسخ يا المهم انت الموسخ. غير نقال ونصاب. فين كان او انت الدبابيه؟ فين نقال كان ديك ونصاب. الساعه الصناطات شحال هادي؟ انت خرجوا الصناطات او الدبابيه. ملي دار صفحه جمانشو عاد خرجوا السناطات اخويا عاد. وسير باش تعطي الله ديالك بحالو، سير عطي الله ديالك بحالو انا مخير. يا داعيه يا الله الموسخ. داعيه ممكن انا سير شوف اختك فين كاينه، راه اختك مع تبارك. الخوله. يا سلام يا الله. سلام. يا بيني وبينكم الخوت، واش هذا فقيه اللي كيسب وكيشتم الناس؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا حاشا أنه يكون فقيه أو يحمل كتاب الله. هذا الشخص مجرد أنه كيدعي الفقه من أجل أطماعه الشخصية، وهي النصب والاحتيال على الناس اللي باغيين يديروا الخير ويخرجوا الزكاة من الأموال ديالهم. راه من البداية هذا السيد ملي كان كيقول لهم، ملي كان كيجمع التبرعات في المجاجيد، عطيونا الذهب والفضة والنساء، حيدوا الذهب ديالكم وعطيوه لنا، راه غادي تعطيوه لله. فكان في هذه اللحظة كان الناس خصهم يعرفوا بأن هذا نصاب ومحتال، لأن الإسلام والدين راه ماشي كيشترط عليك أنك تعطي الذهب والفضة باش أنك دير الخير. ربما أنك توكل إنسان كدير الخير، ربما أنك تنفق ولو درهم كدير الخير، ماشي أنك مجرد أنك تحيد الذهب ديالك والفضة عاد كتسمى كدير الخير. يعني هذا الإنسان هذا كان من البداية يعني كان كيبين على الخبث ديالو، على النصب ديالو والاحتيال. لكن الناس للاسف خصوصا الجاليه المقيمه في اوروبا ما كتعرفش وما عندهاش واحد الدرايه على الدين اللي كيجي كينصب عليهم. صراحه هذه رساله لكم يا الجاليه المقيمه في اوروبا، ما بقاش تثقوا. الا بغى شي واحد يدير الخير فيديروا في المقربون اولى، اللي هما الوالدين ديالو، الخوت، يعني الاولاد العم، الاعمام، الاخوال، اولاد الاخوال، الجيران، يعني المقربون والمقربون. ماشي يجي عندك شي واحد ينصب عليك باسم الدين ويقول لك اعطيني الذهب ديالك والفضه. هذا الشيء حرام وعيب وعار وحشوبه. ان شي واحد يبزز عليك شي حاجه باش تعطيها لله، وان الله سبحانه وتعالى ما كيشترطش على الناس انهم يعطيو الذهب والفضه باش انها تقبل لهم الصدقه ديالهم. مجرد ولو غير كلمه هي صدقه، ومجرد ولو كما قلت غير درهم صدقه، ماشي انك تشترط الذهب والفضه كما كيقول هذا، اعطونا الذهب ديالكم والفضه حيدوا. لا حول ولا قوه الا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. كاينين شي ناس مساكن في الاعتقاد ديالهم أنهم كيديروا الخير وكيخرجوا الزكاة على الأموال ديالهم، عطى لهم الله المال وباغيين يخرجوا الزكاة، وهو مجرد أنه كيساهم في الثروة ديال هذا الشخص بطريقة غير مباشرة أو مباشرة. المهم الخوت اللي غادي نقول لكم هو أن الحلال بين والحرام بين، بلا ما يجي شي حد يلعب عليك، لأنه غالبا غادي يكون نصاب وباغي يديلك غير فلوسك. اللي باغي نقول هاد النصابة اتقوا الله. واش الناس باغا دير الخير من اجل مساعده الفقراء والمحتاجين، من اجل ارضاء الله، وانتم كتستغلوا هذا الشيء من اجل تكبير الكروج ديالكم، ومن اجل تكبير الحسابات ديالكم البنكيه، ومن اجل يعني استثمارات ومشاريع. اتقوا الله فانكم كتاكلوا الاموال ديال الحرام، وهذا الشيء راه غادي يؤدي بكم للتهلكه والدمار. والله سبحانه وتعالى مطلع على الافعال ديالكم وغادي يخلصكم قد فعلكم. واللي كينصب على المسلمين باسم الله وباسم الدين فهذا ما غاديش تكون عاقبته على خير، والله سبحانه وتعالى غادي يعجل له العقاب في الدنيا قبل الاخره. وحسبي الله ونعم الوكيل في هذه النصابه اللي كينصبوا على الناس بدم بارد. السلام عليكم.